الدنيا ايضا نار يا جماعه، والكل واقف في صدمه مش فاهم اللي حصل ده اتعمل ازاي. حاله طوارئ قصوى ومصيبه سودة كتمت نفس الشارع والناس كلها مذهوله. كارثه مرعبه كشفتها البيانات الرسميه وطيرت برج من عقول الناس. جريمه شيطانيه اتنفذت بدم ابرد من التلج وعاشت وسط الناس شهور طويله من غير ما مخلوق واحد يحس باللي بيحصل. البيوت اتفتحت والمستور اتكشف والرعب خرج للعلن في ثانيه. خدعه مرعبه شقلبت اجهزه التحقيق وضلت اعتى العقول، وفي الاخر تفصيله عبيطه جدا هي اللي جابت العلي واطي ودمرت كل حاجه. ركز معايا هنا كويس واثبت مكانك، لان اللي هتسمعه في الفيديو ده هيخليك تشك في كل حاجه. انزل معايا لاصل الكارثه من الاول خالص عشان تفهم الدنيا كانت ايضا نار ليه. الساعه 10:30 الصبح وبالتحديد في منطقه امبابه بمحافظه الجيزه، صوت صريخ ست شق العماره كلها. الحقوني الحقوني يا ناس. الجيران اتخضت وجروا على شقه جارهم حسين، لقوا مراته رشا واقفه بره الباب بتصرخ زي المجنونه، ماسكه في ايديها حبل وحته قماش، وشها متبهدل ضرب، وايديها علم فيها الربط من الحبل. منظر يرعب اي حد. رشا منهاره وحضن عيالها الثلاثه الصغيرين اللي مش فاهمين حاجه. الجيران بيحاولوا يهدوها. في ايه يا مدام رشا؟ ايه اللي حصل؟ بدات تحكي يا جماعه وهي بتترعب. الساعه 9:30 الصبح الباب خبط، قامت تفتح لقت 3 رجاله ملثمين، زقوها وضربوها وكتفوها بالحبل وحطوا قماش في بقها. جوزها حسين صحي على الصوت، جريوا عليه وكتفوه ودخلوه الاوضه الثانيه. قلبوا الشقه وسرقوا الذهب و55,000 جنيه كاش، الموبايلات وحته التلفزيون، ونزلوا وقفلوا الباب وراهم. رشا قالت انها قعدت نص ساعه تعافر لحد ما فكت نفسها. جريت على حسين جوزها جوه، لقيته غرقان في دمه. الجيران دخلوا الاوضه اتصدموا من المنظر. حسين مرمي على الارض وشه للحيطه وغرقان في دمه ومتربط ببلاستر وحبل من ايده ورجله. الراجل يا جماعه مقتول بدم بارد. الناس اتصلت بالشرطه فورا. الحقونا جريمه سرقه وقتل في امبابه. وصلت المباحث وفريق المعمل الجنائي وبداوا يفحصوا مسرح الجريمه. وهنا يا جماعه كان اول خيط غريب بدا يظهر. خبراء المعمل الجنائي بيفحصوا الباب، مفيش اي اثر لكسر. رشا قالت هم خبطوا وانا فتحت بحسن نيه. الشقه مقلوبه راسا على عقب. الذهب والفلوس اختفوا. الراجل ده صاحب ورشه شنط جلد طبيعي ومشهور في امبابه، معروف انه مرتاح ماديا ومحبوب من كل الناس. يعني منطقي جدا اي حرامي يستهدف، بس اجهزه الامن عينيها مش بتغفل عن التفاصيل الصغيره. تعال بقى هنا وركز معايا في التقيل. اول تفصيله، باب العماره بيتقفل الساعه 12 بالليل بالمفتاح، وبيتفتح الساعه 7:30 لما الموظف اللي في الدور الاول ينزل شغله، وبيفضل مفتوح. يعني الحراميه دخلوا 9:30 وهو مفتوح، دي تمشي. بس الكاميرات جابت ايه؟ الكاميرات جابت 2 رجاله بس دخلوا العماره، نزلوا الساعه 10. بس الغريبه يا جماعه دخلوا ببلوزات ونزلوا ببلوزات تانية خالص، غيروا هدومهم فوق عشان هدومهم اتلوثت بالدم. طب رشا بتقول 3 رجاله ملثمين والكاميرات جابت 2 بس، فين التالت؟ التفصيله التانية والقلعه، الحراميه نزلوا الساعه 10 الصبح. رشا بدات تصوت الساعه 10:30 الصبح، نص ساعه كامله عشان تفك حبل من ايديها، ولا النص ساعه دي كانت وقت معمول عشان الحراميه يلحقوا يهربوا ويفصصوا الكاميرات؟ والاهم من كل ده 3 عيال صغيرين في الشقه، محدش فيهم صحي على صوت ضرب امه او صريخها. رجاله المباحث حطوا كل الاستفهامات دي قدامهم وقالوا ايه في ان في الموضوع. تعال نرجع بالزمن ورا شويه عشان تفهم مين حسين ومين رشا. حسين راجل مكافح، فتح ورشه شنط جلد وحقق نجاح كبير ومرتاح ماديا، بس مش مكمل تعليم. رشا ست معاها شهاده وشايفه نفسها فوق البشر. اتخطبوا 3 سنين كاملين. طب ليه 3 سنين؟ لان حسين طول الوقت كان حاسس ان رشا مش طايقاه، بتعامله بتكبر وانه جاهل وهي المتعلمه. بس كل ما تفكر في فلوسه وورشته وشقته تغير رايها وتقول او راجل طيب ومريش وهيعيشني هاني. واتجوزوا فعلا يا جماعه في سنه 2010. ومن اول يوم جواز رشا قطعت علاقه حسين باهله تماما. وحسين من كتر طيبته وحبه ليها كان بيسمع الكلام عشان يشتري دماغه. خلفوا 3 عيال والحياه ماشيه ببرود في برود، لدرجه ان بقالهم 4 سنين كاملين حسين بينام في اوضه لوحده وهي في اوضه لوحدها. جوازها على الورق وبس. رشا كانت عاوزه تخلص من حسين باي طريقه. في سنه 2017 طلبت منه الطلاق صريح. حسين رفض تماما وقال لها عشان خاطر العيال يا رشا مش هطلقك. رشا فكرت بعقليه شيطانيه، انا لو رفعت عليه قضيه خلع هطلع من المولد بلا حمى، مش هاخد فلوس ولا الورشه ولا الشقه، لكن لو حسين مات انا واولادي هنورث كل حاجه على الجاهز. ومن اللحظه دي يا جماعه رشا بدات تدور على الزبون. مين الزبون؟ واحد مغفل تسوقه زي الخروف، تسيطر عليه وتخليه ينفذ الجريمه زي ما هي عايزه. بس رشا كانت نصح، قالت مفيش راجل من امبابه هينفع، لازم حد من محافظه تانية ومحدش يعرفه هنا خالص. دخلت رشا على الجروبات الرومانسيه على الفيسبوك، الجروبات اللي فيها بوستات عن الحرمان من الحب والظلم في الحياه. كتبت تعليق حد ومؤثر جدا عن قد ايه هي مظلومه ومحتاجه الحنيه والشغف. في نفس اللحظه يا جماعه في محافظه الغربيه وتحديدا مدينه طنطا كان في واحد اسمه محمد مطلق وعايش لوحده. محمد ده كان شايف نفسه احمد زكي عصر، شايف ان الستات كلهم بيموتوا فيه وانه راجل وسيم ومحدش يقدر يقاومه. شاف تعليق رشا وسل لعابه، بعت لها رساله، انا مش قصدي اضايقك بس كلامك مس قلبي. رشا اول ما قرأت الرساله ابتسمت وقالت بس هو ده الزبون اللي بيدور عليه الشيطان. بعتت له رقمها فورا. محمد اتصل بيه، مكالمه قعدت ساعه ونص يا جماعه. محمد يقعد يحكي عن بطولاته وعن انه محروم من الحب، ورشا تسمع وترسم في خيالها طريقه السيطره عليه. عرفت نقطه ضعف، راجل مغرور وعايز يحس انه
الفارس اللي بينقذ الستات. بعد 4 ايام بس يا جماعه اتحدد لقاء في منطقه شبرا بالقاهره. رشا نزلت تقابله وعيشت محمد في اوهام ملهاش اخر، حسسته انه اعطى راجل في الكوكب، ومحمد بقى طاير في السحاب وفاكر انه اذكى بني ادم ضحك على ست متجوزه. بعد اسبوعين رشا زارته في طنطا وتعرفت على اهله بصفتها مطلقه ومحترمه، وبعدها باسبوعين استغلت ان حسين جوزها في الورشه والعيال في المدرسه، وعزمت محمد عندها في شقه امبابه الساعه 11 الصبح. عملت معاه علاقه غير شرعيه ولفت حبال السيطره حوالين رقبته. محمد بقى اعمى ومستعد يرمي نفسه في النار عشانها. بعد شهرين من العلاقه المحرمه رشا اتصلت بمحمد وهي بتعيط بحرقه وبتصرخ في التليفون. محمد اتجنن. في ايه يا رشا؟ قالت له بدهاء شيطان، حسين جوزي عرف اني عايزه اتطلق، مد ايده عليا واعتدى عليا بالعافيه وانا مش قادر امنعه اكتر من كده، احنا لازم ننهي علاقتنا، انا ماليش غير الضمان. محمد الدم فرفع روق، نخوته المزيفه شعللت، محدش يلمسك وانا حي على وش الارض، الراجل ده لازم يختفي. رشا مسحت دموعها وقالت له بكل برود حسين معاه فلوس وذهب بتكون في الشقه والورش، لو مات انا هورث كل حاجه ونتجوز ونعيش ملكين انا وانت. ورسمت له الخطه كلها، يروح له الورشه بالليل ويقتله هناك، يبان كانه تصفيه حسابات تجاريه. محمد قال لها انا مش هعرف اقتله لوحدي. راح جاب شاب اسمه كريم من طنطا، اتفق معاه يجي يساعده مقابل 1500 جنيه كاش. يوم الجريمه يا جماعه محمد وكريم وصلوا امبابه الساعه 8:30 بالليل، راحوا عند الورشه عشان ينفذوا الجريمه، لقوا الورشه مقفوله. حسين بالصدفه كان تعبان وقفل بدري ورجع البيت. اتصلوا برشا قالت لهم ايه؟ انتقلوا للخطه الثانيه، نقعد في اي كافيه لحد الساعه 9 الصبح لما باب العماره يقفل، وتطلعوا الشقه الساعه 9:30 الصبح الباب خبط. رشا فتحت لهم، دخلوا على الاوضه اللي نايم فيها حسين، جم يهجموا عليه. حسين قام بكل قوته ودافع عن نفسه، لكن 2 قصاد راجل اعزل وتعبان، كتفوه بلزق وحبال وضربوه على دماغه وجسمه بمنتهى القسوه لحد ما لفظ انفاسه الاخيره وغرق في دمه. رشا كانت واقفه تتفرج ببرود لا يصدق. بعد ما اتاكدوا انه مات قلبوا الشقه ورموا الدولاب واخدوا 55,000 والدهب والتلفزيون. لقوا هدومهم اتملت دم، لبسوا من هدوم حسين اللي ميت ونزلوا بيه. وقبل ما ينزلوا محمد ضرب رشا كام ضربه على وشها وربط ايديها بالحبل وحط القماش في بقها وقال لها ايه؟ استني نص ساعه وبعدين ابداي صرخي. رشا قعدت النص ساعه تمسي وبعدها خرجت تصوت وتعمل الشو. لكن رجاله مباحث الجيزه بذكائهم جابوا تليفونها وراقبوا تحركاتها في سريه تامه، اكتشفوا وجود رقم غريب من طنطا بيتكلم معاه بالساعات. واجهوا رشا بالدلائل ديت والتفريغ الرقم. رشا اصلها خاينه، اعترفت عليهم في ثانيه وقالت محمد وكريم هم اللي قتلوه. قوه امنيه طارت على طنطا جابوا كريم من قفاه، ومحمد كان هربان في اسكندريه واتقبض عليه هناك. محمد اول ما وقف قدام النيابه اتصدم صدمه عمره، عرف ان رشا كانت بتخدعه وتالف عليه قصه انه بيعتدي عليه، وان حسين اصلا ما بتقربش منه بقالها 4 سنين. عرف انه كان مجرد مغفل ومقشه مسحت بيها جريمته. والصدمه الاكبر والابشع يا جماعه ان واحد من ولاد حسين الصغيرين صحي من النوم على صوت الضجه، شاف الاوضه مواربه وشاف ام رشا واقفه بتتفرج على محمد وكريم وهم بيقتلوا ابوه. الطفل جاله ذهول ورجع نام من الخوف، ولما قعد مع جدته حكى لها المأساة بالكامل. الثلاثه ترحلوا لمحكمه الجنايات وصدر الحكم التاريخي الاعدام شنقا لرشا ومحمد وكريم. رشا غفلت جوزها وغفلت عشقها، وكانت فاكره انها هتغفل اجهزه الامن والشارع كله، لكن الطيور على اشكالها تقع، والجريمه الكامله مجرد وهم في عقل الاشرار. قول لي رايك حالا في الكومنتات، هل محمد يستاهل الاعدام لانه مغفل واتساق ورا الشيطان، ولا رشا هي العقل المدبر اللي كانت تستاهل عقاب اشد؟ اكتب لي رايك في التعليقات حالا. ما تنساش تعمل لايك وشير وتفعل الجرس عشان يوصلك كل القضايا الحقيقيه اللي بننشرها. اشوفكم الفيديو اللي جاي.